السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة بقى هنعمل معاكم أكلة بسيطة خالص وسهلة، ويعني حاجات رخيصة جدا، في يعني اقتصادية، موجودة في البيت. هنأكل منها أولادنا ومفيدة، وكل الخضار اللي موجود في البيت هتعمليه وعيالك هياكلوا منه، حتى لو مش بيحبوا صنف من الأصناف. احنا هنجمع كل الخضار في أكلة واحدة، هياكلوها وهتعجبهم بإذن الله. حاجة كده اسمها خلطبيطة بالصلصة، يعني هنلخبط كل الأكل على بعضه وفي الآخر هنحط عليه صلصة. وطبعا معانا لحمة مفرومة، دي الأساسي بتاعنا. معانا بقى طماطم، ومعانا بدنجان وفلفل وفلفل رومي، ومعانا كوسة، ومعانا طماطم، ومعانا فلفل ألوان. يعني بصي، معانا كل الحاجات، كل الأكلات اللي موجودة عندك. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. انا دلوقتي مخرطة كده الطماطم والفلفل والبدنجان والكوسة. هقطع بقى الفلفل اللي باقي الالوان، وهعمل معاكم بقى ايه تعصيجة اللحمة. ويلا بينا هنشوف الطريقة هنعملها ازاي. دلوقتي زي ما انتوا شايفين شوينا الفلفل الالوان بتاعنا. دلوقتي بقى هنقشره يبرد بس، وهنقشره. قطعنا بصل اهوت عشان نعمل بيه الصلصة اللي هنحطها على ايه، على الخضار بتاعنا الحلو ده. سهلة. ورحنا حاطين فيها بقى ايه، معلقتين زيت حلوين كده، ورحت جايه نازله بالبصله بتاعتنا والفلفل اهوت الالوان بعد ما قطعته. هسيبه بقى ايه شويه ياخد ويدي مع بعضه كده، عبال ما اروح اضرب الطماطم في الخلاط وارجع لكم تاني. بعد ما اديناها كده تتبيله كله مع بعضه كده، هنزل بقى بالطماطم بتاعتنا. بعد ما نزلت بالطماطم بتاعتنا هنزل بقى ايه بمعلقه توم مفروم كده، وهسيبها بقى ايه شويه كده مع بعض تاخد تسبيكايه صغيره كده، عبال ما ايه احضر اللحمه المفرومه بتاعتنا. بعد ما الطماطم بتاعتنا اتسبكت شويه كده هضربها بقى في الخلاط. يلا بينا نضربها في الخلاط. كده بعد ما نزلنا بالصلصه بتاعتنا في الصينيه، ابتدينا بقى نحط بقى ايه، نرص بقى ايه، واحده بدنجان وطماطمايه وفلفلايه ولحمه مفرومه، وهنبتدي بقى نكمل الرصه كلها ونرجع لكم تاني. وكده بعد ما رصينا الصينيه كلها زي ما انتوا شايفين اهي، زي الفل زي الفل. هنزل بقى بالصلصه بتاعتنا كده واحده واحده. بقى هسيبها على النار شويه كده، وبعد كده هنزل بيها على الفرن على طول. اديها بس غلوايه كده على النار وانزل بيها على الفرن. رحت جايه نازله بعد ما استوت شويه، نزلتها كده على الشوايه كده تاخد وش الحلو دوت. وهنعمل جنبها بقى ايه شويه رز ابيض كده حلو بألف هنا وشفا. بتاعتنا الجميلة الخلطة بيضة بالصلصة باللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين اهيت، زي الفل زي الفل. وعملنا جنبها حبة الرز الابيض الجميل دوت. والف هنا وشفا للي هياكله. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب، واللي ما شافش قناتي واول مرة يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.